الفترة اللي بينشط فيها المبيض في الإنسان بنسميها حاجة اسمها دورة شهرية، دورة الطمس، بيريود، حيض، ومدتها 28 يوم زي ما اتفقنا. الاستروجين ده بيعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي ايه؟ انماء بطانة الرحم. لا تاني، بيعمل حاجة اسمها ايه؟ انماء يعني نمو بطانة الرحم. الجسم الأصفر ده هيطلع هرمون زي التاني، يفرز هرمون، يفرز ايه؟ أخو الاستروجين اسمه ايه؟ بروجسترون. البروجسترون ايه تأثيره؟ 2 زيادة. ايه، هنشرب قهوة؟ لا يا عم، تأثيره يا عم الظريف هي 2 زيادة. ولما يخلص الطمس يطلع الاف اس اتش، بس عند المبيض الآخر بقى، المبيض التاني، احنا اتفقنا بالتبادل. يطلع الاف اس اتش، يروح للمبيض، يطلع حصاد جرف، يجيب استروجين، تعمل عليها انماء بطانة الرحم. بعد كده يطلع ال اتش، يفجر حصاد جرف، حرب بيضاء ثانوي، يكون جسم اصفر اللي هيجيب بروجسترون، فيزود امداد الدم ويزود بطانة الرحم، استعدادا لاستقبال الجنين. في حالة عدم حدوث طمس تتهدم بطانة الرحم، تتمزق شعرات دموية، ينزل دم طمس. في الفترة دي مش هنكون حويصلات جديدة، ومنطقي ان احنا نوطي الاف اس اتش والال اتش. ليه؟ في عيل جوه. يبقى ايه اللي هيحصل معانا هنا؟ استعدادا لاستقبال الجنين زي ما بقول لك، هيجي تاني هرمون، سيبك من الايام دلوقتي، تاني هرمون اللي هو ال اتش، هيعمل ايه؟ هيحرر اهي البيضايه الثانويه. طب الكماله اللي تحت دي هتبقى جسم اصفر. البيضايه الثانويه دلوقتي دي هتلتقطها الزوائد الاسبوعيه بتاعت قناه فالوب. ها، شايف الصغنونه دي الصفرة دي؟ تاخد تخش جوه، انت وحظك، يا اما يحصل لها حمل يا اما مش هيحصل. اهي موجوده معاه. الاحتماليه الاكبر انها ما تتخصبش، بس ممكن. الكيرفات مبدئيا لازم ابقى فاهم انا هدرس على ايه. تدرس على مخطط بيتكلم من 28 يوم. نروح رسمين رسمه بيانيه، اولها رقم 28 هنا وزيرو من هنا، في النص نقسمها ل 14، نقسم ال 14 دي برضو النصين هنا 7، ونقسم ال 14 28 هنا 7، يبقى هنا 21.